حبايبنا متابعي أفلام الخمسينة الكرام، أهلا وسهلا بيكم. ملخص فيلم جديد، كل الشكر والتقدير لكل حبايبنا. ولو عايزين ملخص فيلم معين اكتبوا لنا اسمه في الكومنتس، ويلا بينا علشان نبدأ في ملخص الفيلم الجامد ده. لايك شير سبسكرايب ويلا بينا. بيبتدي فيلمنا في المستقبل وبنلاقي معظم الناس شكلهم حلو ومثالي، وبنعرف ان العالم قبل اللحظة دي كان متدمر بسبب استهلاك البشر للموارد الطبيعية، وده اللي بيسبب فوضى وحرب كبيرة جدا، واللي اجبر العلماء انهم يخترعوا زهرة الاوركيد معدلة وراثيا علشان تكون مصدر الطاقة البديل على الارض. لكن بسبب اختلاف مظهر البشر برضه بيفضلوا يتحاربوا مع بعضهم، وفي النهاية العلماء بيلاقوا حل نهائي اسمه التحول، واللي هو عبارة عن ان الشخص لما بيتم 16 سنة لازم يعمل عملية تجميل تحوله لإنسان مثالي، واللي فيها بيقدر يختار شكله. والأشخاص المثاليين دول بيتعرفوا باسم الحلوين، وبيعيشوا في مدينة مجهزة بشكل مثالي. أما اللي مش بيعملوا العملية دي بيتسموا القبيحين، وبيعيشوا في منطقة اسمها مدينة القبح. ومن بين القبيحين دول بنتعرف على بنت اسمها تالي، وأعز أصحابها باريس. وبنعرف إن تالي هتكمل 16 سنة بعد 3 شهور بس، لكن صاحبها باريس هيتحول بكرة. وبنعرف إن الاتنين عندهم ندبات متشابهة بسبب حادثة حصلت لهم في الطفولة. وفي ليلة تحول باريس بيوعدوا بعض انهم مش هيخلوا الدكاترة يمسحوا الندبات. وفي اليوم اللي بعده وخلال التجمع تالي بتسمع الطلاب بيتكلموا عن مدينة الدخان، وبنعرف انه مكان غامض بره المدينة، وبيقودوا راجل غامض اسمه ديفيد، وبيقولوا انه ملاذ للي مش عايزين يخضعوا للتحول. بس بنكتشف ان اغلب الطلاب بيعتقدوا ان الدخان ده مجرد خرافة، الا طالبة واحدة اسمها شاي واللي كانت مقتنعة جدا انه مكان حقيقي. بعد كده بيظهر هولوجرام على شكل حاكمة المدينة السيدة كابل على المسرح، واللي بتطلب من الناس اللي تمت 16 سنة انهم يقدموا نفسهم للتحول. وهنا تالي بتودع باريس، والاتنين بيوعدوا بعض انهم هيتقابلوا عند مكانهم المعتاد عند الجسر بعد شهر. لكن مع مرور الايام صداقتهم بتواجه مشاكل، وده لان تالي مش بيجيلها اي رسائل خالص من باريس رغم انها بترسل له رسالة كل يوم. وبيعدي الشهر وبيجي اليوم اللي وعدوا بعض انهم يتقابلوا فيه، وتالي بتخرج من بيتها وبتوصل للجسر وبتستنى شوية، لكن باريس مش بيظهر. وهنا تالي بتحس بالقلق فبتتسلق الجزء اللي تحت من الجسر وبتتجه ناحية المدينة. وتالي بتوصل بسرعة للمكان اللي فيه حفلات الحلوين الجدد، وبتتسلل بين الأشجار. وفجأة واحد من المدعوين بيوقع القناع بتاعه قريب منها، وتالي بتاخد القناع وبتتفاجئ انها لما بتحط القناع ده لبسها البسيط بيتحول لفستان فخم وفاخر. وبتدخل الحفلة الفاخرة دي وبتلاقي باريس، لكنها بتتفاجئ ان شكله بقى مختلف تماما. وتالي بتخلع القناع بتاعها وبتسأله ليه ما جاش للجسر، لكن باريس بيرد عليها بكل برود وبيقول لها ان الامور اتغيرت دلوقتي، وانه مش متاكد اذا كان ينفع يفضلوا صحاب او لا. ولما تالي بتسمع الكلام ده بتتصدم، لكنها بتزعل اكتر لما بتلاحظ ان الندبه اختفت. في اللحظه دي طياره امنيه بتكشف وجودها وبتضطر تالي تهرب من الحراس اللي جايين ناحيتها، لكنها لما بتوصل للجسر بتلاقي طياره امنيه تانية مستنياها. لكن لحسن الحظ شاي بتظهر فجاه وبتاخد تالي على لوحه الطائر وبتطير بيها لسكن القبيحين. وبعد الحادثه دي البنتين بيبداوا يبنوا صداقه عميقه جدا، وبيكتشفوا ان عيد ميلادهم في نفس اليوم. وكمان بنعرف ان شاي مش متحمسه قوي للتحول. ومع مرور الايام البنتين بيقضوا وقت كبير جدا مع بعض، وبتتعلم تالي ازاي تستخدم اللوح الطائر، والاتنين بيطيروا فوق المنحدرات الخطيره جدا مع بعض. وفي ليله عيد ميلادهم شاي بتتكلم عن الدخان، وبيكون كلامها بشكل غريب، وبتجبر تالي انها تروح معاها لحافه المدينه. وهناك بتعبر البنتين الحدود وبيوصلوا لاطلال مدينه قديمه، المكان اللي بيكون مليان بحاجات قديمه زي العاب ملاهي مصديه. وبعد كده شاي بتاخد تالي لمبنى مهجور، وبتكشف لها اخيرا عن اللي في دماغها، وبتقول لها ان الدخان دي مدينه حقيقيه، وان ديفيد هيجي قريب علشان ياخدها. وشاي بتكشف انها ضد الخضوع للتحول، وبتقول انها هتسيب المدينه للابد. ولما تالي بتسمع الكلام ده بتتصدم وبتترجاها انها ما تسيبش الحياه الحلوه علشان اشاعه مش حقيقيه. لكن شاي بتكون مصممه وبتدي صاحبتها خريطه لحدود مدينه الدخان. بعد كده بتتجه للاطلال على لوحها الطائر وبتسيب تالي في حاله من القلق. وتاني يوم في عيد ميلاد تالي بتروح اخيرا لعياده التحول، لكن قبل ما تدخل اوضه العمليات في حارس بيظهر وبياخدها لمكتب كابل. والحاكمه بتقول لها بهدوء ان شاي مفقوده من امبارح، وبتسالها عن السبب. بس تالي بتعمل نفسها مش عارفه حاجه، لكن كابل بتقدر تشوف مؤشرات حياتها، واللي بتظهر على شاشه اللي بتشير بوضوح ان البنت بتكذب. وده بيثير غضب كابل، وبتعلن ان جراحه تالي مؤجله لحد ما تقرر تتعاون معاهم. وفي الليله دي باريس بيزور تالي زياره مفاجاه، وبيتسلل للسكن بتاعها، وتالي بتفرح وبتشرح له كل حاجه عن شاي. وباريس بيقترح انها تقول لكابل بكل اللي تعرفه علشان تقدر اخيرا تحصل على جراحتها وتعيش وسط الحلوين.
وتاني يوم تالي بتتاخد للمرة التانية لمكتب الحاكمة وبتقول لها على كل حاجة، وكابل بتعجب بصدق البنت جدا وبتقرر تكشف لها عن سر كبير، وبتشرح لها ان ديفيد بيطور سلاح خطير جدا لمهاجمة المدينة وعلشان يدمر كل اللي بنوه على مدار السنين اللي فاتت. وبتطلب من تالي انها تعمل نفسها من الناس اللي رافضة التحول وتنضم لديفيد علشان تجمع معلومات عنه، وبتوعدها انها لو نجحت هتعمل لها العملية الجراحية بتاعتها. بعد كده كابل بتدي تالي سلسلة متركب فيها جهاز تتبع، وده علشان تفعلها لما تلاقي مكان السلاح. بعد كده تالي بتمشي ورا الخريطة اللي اديتها لها شيء قبل كده، وبتوصل للملاهي القديمة وبتركب لوحة الطائر لحد ما بتوصل لسكة قطر مهجورة، وبتفضل هناك لفترة وبتعيش في البرية وبتستمتع بالطبيعة لأول مرة في حياتها. وفي الآخر بتوصل لوادي كبير والخريطة بتقول لها إنها تعدي على الوادي، فتالي بتكمل رحلتها على لوحة الطائر وبتعدي من فوق حفرة كبيرة وعميقة، وبتنزل في حقل من زهور الأوركيد الصناعية، وبعدين بتنام زي ما الخريطة بتقول لها، وبتستنى هناك طول الليل. وفي نفس الوقت كابل بتستدعي باريس لمكتبها وبتجبره على إجراء عملية جراحية تانية، وبتوعده إنها هتخليه شخص استثنائي ومميز، وإنها هتمنحه تحسينات جسدية استثنائية. ولما بنرجع لتالي بنلاقيها بتصحى بالليل على دخان في كل حتة، وبتكتشف إن الحقول اللي حواليها بتتحرق، وبتكون مش عارفة هتعمل إيه في اللحظة دي. وهنا بيظهر شخص غامض بيشيلها وبيسحبها لبعيد، الشخص ده بيطلع ديفيد، وبنلاقيه بيفتش تالي وحاجاتها وبيدور على اي جهاز تتبع، وبيلاقي واحده جوه اللوح الطائر وبيرميها في النار، لكن جهاز المسح مش بيقدر يكتشف جهاز التتبع اللي في سلسلتها. في الوقت نفسه رجاله كابل بيستقبلوا تنبيه عن ازاله جهاز التتبع، وده بيخلي الحاكمه تبعت شويه جنود متخصصين للبحث في المنطقه. في نفس الوقت ديفيد وتالي بيوصلوا لمقر الدخان، وهناك تالي بتقابل شاي واللي بتكون متحمسة جدا بوصول صاحبتها تالي، لكن واحد من أعضاء المخيم واللي اسمه كروي بيشك في نوايا تالي. وتاني يوم ديفيد بيكشف إن مجموعتهم بيحرقوا زهور الأوركيد عمدا، وده لأنهم بيعتقدوا إن الأزهار المعدلة وراثيا سامة جدا وبتدمر أي مكان بتتزرع فيه. وتالي ما بتكونش واثقة في الكلام اللي هما بيقولوه ده، فديفيد بيقرر إن هو يوري لها الحقيقة، والاتنين بيركبوا طيارة عسكرية قديمة وبيطيروا من الارتفاع العالي. تالي بتقدر تشوف المنطقة واللي كان مزروع فيها أوركيد، وبتلاقيها مجرد صحراء جافة، وده بيخليها تدرك إن ديفيد بيقول الحقيقة. وبعدين بنشوف شاي وهي بتحرق أكبر عدد من الأوركيدات، لكن فجأة كروي بيكتشف وجود جهازين تتبع ما يعرفهمش بيقربوا من المنطقة، وديفيد بيخفض الطيارة علشان يستخبى في الدخان، لكن ده بيخلي تشاي تفقد توازنها وتقع. ومع اقتراب رجالة كابل تالي بترمي حبل من الطيارة وبتستخدمه علشان توصل للأرض، وبتروح لتشاي وبتسحبها بعيد عن الخطر، والبنتين بيمسكوا الحبل وديفيد بيقدر يسحبهم قبل ما حد يقبض عليهم. وتاني يوم تالي بتتاخد للمستوطنة الأساسية لمجموعة الدخان، وبنلاقيه مجتمع بدائي متعاون مبني على الزراعة والمشاركة وحب السلام والمساواة. وبتمر الأيام وبتبدأ تالي تحس بالراحة وسط المجتمع الجديد، وبتستخدم أدوات يدوية للمساعدة في العمل في المزرعة، وبتجرب الأكل الحراق لأول مرة في حياتها، وبتشارك في الرقصات حوالين النار. وفي يوم ديفيد بيعلمها ازاي تستخدم قوس الصيد، وبيستمتعوا بوقتهم مع بعض، وبيبان انهم بدأوا يعجبوا ببعض. وبعدين واحدة من اعضاء مجموعة الدخان بترجع من البستان مجروحة، وبتقول بقلق ان رجالة كابل لسه موجودين ومعاهم اسلحة قوية، الخبر اللي بيصدم المخيم كله، وبيفهموا ان كابل بتحاول تقضي عليهم. وبعد كام يوم تالي بتخرج تتمشى مع ديفيد تاني، وبنلاقيها بتحاول تعرف تفاصيل اكتر عن حياته، وبتقول له انها سمعت اشاعات عن سلاح دمار شامل بيتعمل علشان تدمير المدينة، وديفيد بيضحك على الاشاعة دي وبياخدها لمكان بعيد عن المخيم. بعد كده الاتنين بيوصلوا عند كابينة بعيدة، وبنلاقي هناك عيلة ديفيد، بابا از ومامته مادي، وبنكتشف انهم جراحين تجميل كانوا بيشتغلوا مع الحكومة مع كابل، لكن مع الوقت بقوا يشكوا في بعض الاختبارات وبدأوا يحققوا في الموضوع. وفي الآخر اكتشفوا ان التغيرات الجسدية في التحول كانت مجرد غطاء لفضيحة أكبر، وان الحكومة عدلت أدمغة الناس كمان وخلتهم أغبى وأبطأ من خلال انها بتديهم إحساس مزيف بالسعادة، وان كل ده حصل علشان الدولة تقدر تتحكم فيهم بسهولة. وكمان بيكتشفوا ان الناس اللي بيشتغلوا مع الدولة زي الأطباء والعلماء بياخدوا ترياق يوميا، وده علشان يقدروا يفكروا بوضوح أثناء شغلهم. وده السبب ان از ومادي لسه عاقلين زي البشر الطبيعيين، وبيقولوا انهم اول ما عرفوا الحقيقة هربوا من المدينة ووصلوا للغابة دي. وبنعرف ان الزوجين بيدوروا على طريقة لتصنيع العلاج من ساعة ما هربوا، وبيقولوا انهم قدروا يصنعوا سيروم اساسي، لكنهم ناقص لهم مكون صناعي اساسي مش موجود غير في المدينة. بعد كده بنلاقي ان تالي اخيرا بدأت تشوف الحقيقة، وبتقرر ترمي سلسلتها في النار، وبتحاول تقول لديفيد انها جاسوسة، لكنه مش بيهتم بكلامها، وبيبقى مقتنع انها بقت شخص جديد واتغيرت من ساعة ما وصلت للدخان. وفي اللحظة دي بنكتشف ان جهاز التتبع في السلسلة بيشتغل بسبب النار، وكابل بتقدر تعرف مكان ديفيد ومجموعة الدخان.
وتاني يوم طائرات كبيرة من المدينة بتظهر وبتبدأ بإطلاق النار، وبينزل رجالة كابل من الطيارات وبيبدأوا في تجميع الثوار، والمرة دي بيكونوا أقوى بكتير وبينجحوا في القبض على معظم أفراد الدخان بما فيهم شاي. في نفس الوقت تالي وديفيد بيقدروا يهربوا من رجالة كابل وبيلاقوا مكان يستخبوا فيه قريب، وتالي بتشوف باريس وهو بيساعد في السيطرة على السجناء، وآز ومادي كمان بيتم القبض عليهم. وبسرعة كابل بتوصل المخيم وبتهددهم وبتطلب تعرف مكان ديفيد، لكن الأب والأم طبعا بيرفضوا طبعا إن هم يسلموا ابنهم، وده بيخلي كابل تظهر الجانب السيء اللي فيها، وبتأمر باريس إن هو يقتل آز علشان يخوف الباقيين. وديفيد لما بيشوف اللي بيحصل بيحاول يطلع من مكانه وبيجري عليه علشان يوقفه، لكنه مش بيلحق، وباريس بيكسر رقبة الراجل العجوز قبل ما ديفيد يوصل له. بعد الهجوم ده كابل بتمدح تالي بصوت عالي وبتكشف إنها عميلة للمدينة، وأعضاء الدخان بيتصدموا جدا فيها، بيعرفوا إنهم اتضحك عليهم. في نفس الوقت والكل مشغول، مادي بهدوء بتحط السيرم الأساسي في جيب ديفيد. بعد كده كابل بتعلن إن السجناء هيتعمل لهم عملية التحول بالعافية، لكن تالي بتقرر إن هي تهرب مع ديفيد في اللحظة دي. ولما بيوصلوا الكهف بعيد، تالي بتحاول تتكلم مع ديفيد وبتحاول تقنعه انها مش عارفه ازاي كابل لقيتهم، لكنه بيهددها بسكينه وبيقول لها سيبيني في حالي، وبيتهمها بالخيانه وانها السبب في موت باباه. وتالي بتعتذر للمره التانيه وبتقول له انها قبل ما تيجي هنا ما كانتش تعرف ان مجموعه الدخان ناس طيبين، وبعدين بتقول له انها تعرف تفاصيل المدينه كامله وانها تقدر تساعده ان هو يوصل هناك. بعد كده هما الاتنين بيقرروا ان هما يشتغلوا مع بعض وبيسافروا للمدينه، وتالي بتتسلل للسكن الجامعي وبتجمع الطلاب اللي كانوا قريبين من تشاي وبتقدمهم لديفيد، وبتقول لهم ان الدخان مكان حقيقي، وده بيخلي مجموعة من المراهقين المتمردين يكتبوا كلمة الدخان في السماء باستخدام ألواح الطيران بتاعتهم. وخلال ده تالي وديفيد بيتسللوا للمبنى اللي فيه مكتب كابل، وبيوصلوا الباب مقفول وفجأة الباب بيتفتح من جوه وبيظهر راجل من الحلوين، لكن ديفيد بيقدر ان هو يهزمه، وده بيسمح لتالي انها تاخد الخاتم بتاعه الالكتروني، وبتستخدم الخاتم ده لتحرير جميع السجناء اللي بيلاقوهم، لكن تشاي ما بتكونش واحدة منهم، وطبعا بيكتشفوا انها اتاخدت لأوضة العمليات. بعد كده ديفيد وتالي ومادي بيجروا على أوضة العمليات لكنهم بيوصلوا متأخر، وبنلاقي تشاي خلاص اتحولت. والموضوع بيكبر أكتر لما كابل وباريس بيوصلوا مع الحراس وبيجبروهم يدخلوا آلات التحول، لكن قبل ما تبدأ العملية طيارة من الدخان بتظهر من بره، وكروي بيبدأ بإطلاق النار عليهم، والحضارة الشديدة بتكسر آلات التحول وبتوقفها عن العمل، وده طبعا بيسمح للتلاتة إن هم يخرجوا، وكابل وباريس بيبقوا مجبورين إن هم يهربوا من الأوضة. بعد كده مادي بتدور في الأوضة وبتلاقي المكون الصناعي الناقص للعلاج، لكن قبل ما يهربوا باريس بيواجههم على السطح، وتالي بتحاول تتكلم مع صديق الطفولة وبتفكروا بالذكريات بتاعتهم، وبيبان انه بدأ يتأثر، لكن ديفيد اللي بيكون مش متجاوز فكرة ان باريس هو اللي قتل والده بيهاجموا، وبتبدأ ما بينهم معركة شرسة جدا، وفي النهاية تالي بتضطر ان هي تضرب باريس باللوح الطائر وهو بيقع من على السطح للشلالات. بعد كده ابطالنا بيهربوا اخيرا وبيوصلوا للاطلال المهجورة، لكنهم بيكونوا واثقين ان رجالة كابل هيلاقوهم قريب. وفي نفس الوقت مادي بتكشف انها نجحت في انقاذ السيرم الاساسي، وانها كمان لقت المادة الصناعية، لكنها هتحتاج وقت لتطوير العلاج واختباره. وبعد ما تالي بتسمع الخبر ده بتقترح انها تخضع للتحول علشان مادي تقدر تجرب العلاج، وبتوعدهم انها مش هتخلي التحول ده يغير حافزها للعدالة. بعد كده المشهد بينقلنا للمستقبل وبنشوف تالي الحلوة داخلة اوضتها المبهرة في المدينة، لكن مع انتهاء الفيلم الكاميرا بتركز على كفها وبنشوف ان ندبة طفولتها لسه موجودة. بس كده يا صديقي لحد هنا وبينتهي الفيلم بتاعنا. يا رب يكون الفيديو ده عجبكم، وما تنسوش تدعمونا وتعملوا لايك وسبسكرايب للقناة علشان ما يفوتكوش فيديوهاتنا. كان معكم محمد خليل، سلام.